خلال ندوة حول موضوع دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نزار بركة بمكناس على ضرورة إعداد خريطة صحية من أجل توازن مجالي في هذا القطاع بين مختلف مناطق المملكة. وقال السيد بركة خلال هذا اللقاء الذي نظمته جامعة مولاي إسماعيل إن هذه الدعوة كانت ضمن التوصيات التي بلورها المجلس في تقريره لسنة 2016، مذكرا بأن التقرير شدد على ضرورة إعداد خريطة صحية حتى يكون هناك توازن مجالي، وعلى العمل على أن يتوفر بكل جهة من جهات المملكة مستشفى جامعي. كما سجل السيد نزار بركة أن القطاع الصحي يشكو عدة أعطاب تتمثل أبرزها في تمركز عدد من الخدمات الصحية بالمدن الكبرى، في حين تعاني البوادي ومعها مناطق نائية من ضعف الخدمات، حتى في ظل وجود مستوصفات يظل أغلبها مقفلا أو غير مجهزة بما يكفي من الأدوية. وساهمت هذه الندوة إلى مساعدة الطلبة على فهم أفضل للوضع الاجتماعي والاقتصادي الحالي، وإبراز الدور الذي يلعبه المجلس كوظيفة استشارية بشأن القضايا السياسية والعلمية والتقنية والفنية.